ازاي انت عزفت الطين انت؟ يا حاج انا اجيب بغداد بنجاح في يناير هو وترزقيه يا حاج. يا سواد الحيلة يعني ياما، احنا عايزين نوقف يد وسام ابو علي علشان يجيبوا بغداد بنجاح. يا حزن الحزن يا سواد الحيلة ده انتوا المفروض يا حاج كان لازم زمانك تجيبوا سيرك ورامس يا حاج. صيخوا يا مسمين والناس نايمين. ده احنا المفروض نروح الليفربول اللي بيلعب فيها محمد صلاح ونجيبوه، ونجيب كمان فان دايك علشان يوقفوا بغداد بنجاح وسام ابو علي يا ولد. هو الزمالك فيه فلوس يا حاج؟ ده ما تجيله طوب الارض يا حاج. سوف نظل اوفياء. انا بقول لك اهو، ولا انت ولا زيزوات يقول لك عايز 100 مليون يجي عفيت يركبك، واللي هيديك ال 100 مليون 100 مليون ايه؟ لا جايبين كريستيانو وجورجيني. يا حاج ده انتوا جايبين مشاكل يا حاج. مشاكل والله. انا شفت واد بقى، بص بص بص، انا جمعت اهو، عملت جمعيه قلت مش خساره في نادي الزمالك. معايا هم 20 جنيه هيروح احطهم في خزينه نادي الزمالك علشان نفسخوا التعاقد بتاعه ويروح. ومن 20 جنيه دي بتجيب حاجه يا حاج؟ ده ما تجيبش ده طعميه واتنين فول يا حاج. يا حاج انا كاهلاوي هبيع محصول الفول ب 399 جنيه واتبرع بيه نادي الزمالك، مش خساره فيهم. يعني انت يا ابن السيد المجشي بعت الفول بتاعكوا ياد ب 399 جنيه ياد؟ ايوه يا حاج. ليه يا ابوي؟ كنت بتوكلوا كذب ولا الفول بالصوص؟ ها؟ اذا كان زيزو يا حاج عاوز 100 مليون في السنه يا حاج، ده لو ادوني 2 مليون يا حاج ياخد الملعب رايح جاي، وقال ال 100 مليون دول ما يجيبوا نيمار ورونالدينيو يا حاج.